اي والله اذكى المصاب من العليلة موقف يجري الدموع على الخدود سجالا لما أتاها أن ضعن وليها وافى المدينة بعد بعد طالا فتظن أن عاد الحسين لبيته وتظن أن عاد الحسين لبيته متسربلا من عزه سربالا وبعد اي والله سربالا خرجت توطد مجلسا وكأنها للصيد وهي تعده استقبالا. سمعت ابوها جاء قالت خليني ارتب البيت عدله وهي تعده استقبالا وتظن ان عاد الحسين لبيته متسربلا من عزه سربالا. حتى رأيت نساء لكنها لم تلف ثم رجالا. شافت الطعن بس في نساء وين الرجال؟ اي والله سألت عمتها أين مضى حسين والدي يا عمتاه وأعولت إعوانا. قالت لها قتل الحسين بكربلاء. قالت لها قتل الحسين بكربلاء وهنا قد غادرته والآلام وهنا قد غادرته والآلام. سمعت رد وهلها وزالها هزالها قالوا رجعوا. سمعت رد وهلها وزالها وفرش الدار ابوها ودار عمها وقعدت تنتظر جيتها وتعدل بالمقد قلب الهني تعدل بالمقد والعين على الباب قعدت تنتظر جية الغياب يرد حسين ابوها وباقي الاحباب وعمتها الحزينه اخت الحسين. يقول ايه بهالحال زينب جتها وهي جاي تعدل بفراش ابوها بفراش عمها. يقول ايه بهالحال زينب جتها وشبقت بنت اخوها وقبلتها عمي لكن العليله معرفتها تقول لها يا حره انت يمدين. بجت زينب وصاحت يا عيوني شو كلكم بعد ما تعرفوني انا عدمي على خوت الضيعاني قوموا وياي نتلقى النساوي قوموا وياي نتلقى يا النساء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا محمد وآله أي منقلب ينقلبون. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بمولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
أود أن أتحدث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن نزول الحسين عليه السلام أو وصول الحسين إلى مكة المكرمة، والأحداث التي في مكة التي جعلت السلطات الأموية في الشام أن تجري بعض التغييرات في ولايتها. يعني مثلا كان والي المدينة الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، والي مكة المكرمة يحيى ابن الحكيم أو يحيى ابن الحكيم ابن صفوان ابن أمية، هذا والي مكة. صار تغيير، والي مكة استبدل بمن؟ بعمر بن سعيد بن العاص الأجدر، خلوه والي هم هو على مكة وهم والي على من؟ على المدينة المنورة. والي الكوفة كان منه النعمان بن بشير الأنصاري، أيضا استبدل بمن؟ استبدل بعبيد الله بن زياد. طبعا عبيد الله بن زياد قبل لا يكون والي على البصرة كان والي على خراسان في زمان معاوية. نعم، أقول فت كلمة خليني أبينها. إذا نرجع إلى عبيد الله بن زياد، خلينا نرجع شوي لأبوه أول مرة، لا شوي أكو في التحقيق تاريخ انتبه شوي. زياد لعل سائل يسأل أنه كيف كان زياد بن سمية قائد في جيش أمير المؤمنين؟ ليش؟ شو السبب؟ هذا الإنسان المزين الكذا الكذا الكذا. زياد بن سمية أولا معروف بالدهاء وبالشجاعة، هذا التاريخ يذكر هذا الأمر، ولكن كان ابن أو كان مولى. شلون يعني ابن مولى؟ أبوه عبيدة الثقفي الرومي، عبد من الموالي، فكان ايش قد ما يوصل بالسلطات وعنده شجاعة وعنده قوة وعنده كرامة وكذا، يبقى هو شنو؟ ابن شنو؟ ابن عبد وابن من الموالي، فما يرتفع سهمه أبدا. فكان دائما ينتقم من هؤلاء اللي يتعالون على الموالي. لذلك هو الخليفة الثاني طلب منه أن يقتل الموالي من الأعاجم، فما قبل. تقول الرواية ما قبل. ليش؟ لأن هو كان يحن على الموالي باعتبار هو منين؟ هو من الموالي. لذلك حتى ترى هاي الإمام حسين نوه عليه سلام الله عليه. لذلك هو سوى معاوية ادعى شيء، وهو أن زياد بن سمية أخوه من أبيه، حتى يقرب إليه ويستفاد من خدماته. وهاي نوه عليه الإمام حسين عليه السلام، قال له أولست أنت في كتاب إليه، كتاب من الإمام حسين إلى معاوية، قال له أولست أنت المدعي أن زياد بن سمية ابن أبيك وقد ولد على فراش عبيدة الثقفي، وقال رسول الله أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فادعيت بذلك وخالفت بذلك رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد لما صارت عنده ولاية ومعاوية منا وانطى حكم، بعد الآن ما أصبح مولاه، وين ما يروح ممنوع واحد يقول له أنت ابن المولى، دائما يقولوا له أنت زياد ابن أبي سفيان، زياد ابن أبي سفيان. بس اللي يعرفون حقيقته طبعا أكيد يقولوا له بأنه زياد ابن سمية، وهكذا. المقصود عبيد الله ابن زياد، أنا ليش جبت هاي القصة؟ صراحة أقول لك ليش. لأن نفس الكتاب اللي أرسله يزيد إلى عبيد الله ابن زياد حتى يخليه والي هم والي على البصرة وهم والي على الكوفة، هو تهديده بسحب هذه النسبة اللي أنسبها معاوية لأبيه، وهو أنه يقول له أنت عمي يا عمي، أنت ابن، أنت أخو أبوي. زين، شنو قال له يزيد؟ طبعا سرجون لعنة الله عليه، سرجون مستشار، واستهم أكثر قضية. ما أعرف أنا هؤلاء اللي راح أبين لك، حتى هؤلاء الذين استوقفوا الحسين
كانوا مدسوسين وكان هدفهم مو النصح للحسين عليه السلام. يعني عبد الله بن عمر كان امره واضح انه هو من اهل النصح، اصلا يريد الحسين يقتل ينقتل ويخلص من عنده. احنا اذا نلاحظ الكتب ونلاحظ المحاورات اللي جرت ما بين الحسين وعبد الله بن عمر راح نعرف الحقيقه. عبد الله بن عمر ليش قال الحسين سوء ادب كانوا يا الحسين عليه السلام. قال له يا حسين الى ما ماضي انت وين رايح؟ رايح الى الدنيا؟ ان الله قد خير جدك رسول الله بين الدنيا والاخره واختار جدك الاخره. لذلك هذه الآية القرآنية اللي رب العالمين يقول بها للنبي صلى الله عليه وآله قال له وللآخرة خير لك من الأولى. قال له من جدك اختار الآخرة، ليش رايح للدنيا؟ وإن الله قد صرف الخلافة عنكم. خلاص الله ما راد هذه الولاية منكم وتكتب ولا تروح للدنيا تصير مثل جدك تروح إلى الآخرة. هذا سوء أدب مع الإمام سلام الله عليه. تأكيد. وطبعا شوف هم المنافسين ايش قد كانوا؟ كان عبد الله بن الزبير منافس يزيد والحسين عليه السلام. طبعا منافسة الحسين مو على الكرسي، احنا بينا قبليته. منافسة الحسين عبارة عن حقه وباطل، مو قضية أكون خليفة لا أبدا. عبد الله بن الزبير من اجى الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة المكرمة، شو اللي صار؟ اللي صار أن الإمام سلام الله عليه بأبي وأمي لما وصل قد حفت به أهل مكة. أهل مكة حفوا به وبدأوا يسمعون من عنده. زين عبد الله بن الزبير كان في مكة المكرمة جاي يجذب الناس إليه. زين إجا الحسين خرب عليه لأن الناس تركت عبد الرحمن بن أبي بكر وتركت عبد الله بن الزبير وتركت عبد الله بن عمر. زين والتفت حول الحسين عليه السلام. ولو أن بعض المؤرخين يقولون أنه دول مو أهل مكة اللي التفوا حول الحسين، مو أهل مكة الأصليين، وإنما ناس استوطنت في مكة المكرمة. استوطنوا في مكة. بس على العموم استوطنوا ما استوطنوا. وبعضهم هكذا يعبر أن الإمام سلام الله عليه قال أنه الإمام زين العابدين قال ما في مكة والمدينة 20 رجل يحمل أهل البيت. يعني تخيل أنت الوضع كيف كان مربك في تلك الأزمة. أما اللي إجوا والتفوا حول الحسين مو أهل مكة الأصليين. تدرون سأقف قصة طويلة. عرب الشمال وعرب الجنوب كيف استوطنوا، وحتى أهل الكوفة أغلبهم أهل الكوفة كانوا سابقا من أهل الحجاز. بني نمار وغير بني نمار قبيلة زهير بن الغيب كانوا من عرب الشمال عرب الجنوب من اليمن واستوطنوا هناك. وغيرهم بني مراد وغير بني مراد من هناك يجوا. مقصود مو هذا كلام. يزيد أرسل برسالة مبطنة تحتوي على تهديد بسحب النسب من عبيد الله. شنو اللي قال له؟ قال له لقد وصلني خبر أن حسينا قد وصلني خبر أن الحسين قد سار إلى الكوفة، وإن في الكوفة من يكتبون له ويمنون أن يكون هو خليفتهم، فسر إليه واقتله وإلا تعود عبدا. هاي يقول لك ترى أنا أبوي من خلاك نسبك أنه تكون أبوك يكون أخوه وابن أبوه. أنا ما عندي هذا الشيء، أرجعك تكون عبد وأقول عمي هذا الكلام مو صحيح. وهذا زياد عبيد الله ابن زياد هذا ما معروف أصلا، ولا هو عمي ولا عفو ولا ابن سلام، وأنا خليفة. لذلك هو كان عبيد الله ابن زياد أراد أن يثبت لعبيد ليزيد أنه شنو؟ أنه قادر أن شنو؟ في واقع الأمر أن يثبت ولاء ليزيد لعنة الله. لذلك المؤرخون شو يقولون كان أكو شحناء ما بين يزيد وعبيد الله ابن زياد. هاي النقطة اللي فيها شو؟ هاي تاريخية. شنو هي الشحناء؟ شوف سرجون قال له يزيد احنا الآن في وضع مربك.
قال له كيف؟ قال له الحسين الآن جاي يكتبوا له وضع مربك وأهل الكوفة جاي يستخدمون. قال له إذا قال له غير ولادتك. قال له غيرنا الوليد غيرناه ويحيى ابن حكيم أيضا غيرناه، والي المدينة والي مكة غيرناه. قال له الكوفة؟ قال له الكوفة نعمان بن بشير. قال له نغيره. قال له برأيك منه؟ قال له لو كان معاوية هناك تدري من يختار؟ قال له منه. فاستخرج له كتاب، وإذا بهذا الكتاب وهو كتاب حكم عبيد الله بن زياد على الكوفة. ولكن طبعا هاي المؤرخين شو يقولون اساسا كانت معاويه اراد قتل الحسين في حياته. شلون يخلي بني عبيد الله بن زياد يحكم الكوفه واللي سواه يزيد. بس كانت اكو بيناتهم شحناء. ليش؟ لان كانت الشعبيه عبيد الله بن زياد عند اهل العراق معروفه، وممكن انه يسوي انقلاب ضد يزيد ممكن. لذلك هو شنو ورط عبيد الله بن زياد بقضيه الهدايا للقاده. لذلك عمر بن سعد قال له وين هديتي؟ قال له عمي جاي اكتب اللي يزيد ان يطلق ملك الري، ما جاي يعطيك ملك الري. فورطه تعبيرنا زين. لذلك الإمام سلام الله عليه الإمام حسين عليه السلام لما وصل مكة المكرمة كان عنده هذه الاحتياطات بأبي وأمي. طبعا هو وين نزل الإمام؟ هاي معلومة خلينا نقول لك إياها شوي. الإمام أول نزوله نزل في دار العباس بن عبد المطلب في مكة. واحد يقول ليش ما نزل عند دور بني هاشم؟ هو من البخل، ترى بني هاشم دورهم في مكة ولا بيت لهم كلها أحد. طب واحد يقول لي شعب ابو طالب باع عقيل كله باع عقيل ابن ابي طالب. وهذا اللي نقل النبي صلى الله عليه واله لما فتح مكه النبي احتار وين يقعد بابي وامي، فقال له روح الى منزلك. قال لهم وهل ابقى عقيل لنا منزل؟ عقيل بن ابي طالب من هاجر النبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه شكوا واحد هاجروا يا رسول الله صلى الله عليه وآله صودرت داره لقريش واستولوا عليها قريش كلها أخذوها. عقيل راح إلى دار النبي، دار أمير المؤمنين، دار الزهراء، دار بني هاشم باحا قبل أن تصادر. فقط العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب ما كان مهاجر ويا النبي صلى الله عليه وآله، فلذلك شنو؟ دار بقت الوحيدة من بني هاشم دار العباس بن عبد المطلب البقت، أما البقية كلهم باحن عقيل. مؤرخين يقولون عقيل إنسان أهل البيت يعرفونه، والخطوة اللي سواها صحيحة. الخطوة اللي سواها صحيحة لأن يبيع حد أفضل ما شنو؟ تؤخذ وتصادر إلى الدولة. يعني كثير من البيوتات المهاجرين من أصحاب النبي الذين هاجروا أما هدمت دورهم أو أخذت. فنزل الإمام حسين في دار العباس بن عبد المطلب، ومكث فيها الإمام قرابة 4 أشهر و5 أيام. 4 أشهر و5 أيام بأبي وأمي، ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه في القضية المعروفة أنه بأبي وأمي قال لا بد لي من الخروج لأنهم يحوكون لي ليقتالوني، جاي يحيكون إلي حتى يقتالوني يقتلوني. فالإمام سلام الله عليه هاي خطأ. البعض أنا سمع يقول الإمام أحل إحرامه. الحجاج يعرفون إذا أحل إحرامه موسم الحج يعني ذي الحجة، يا أما حجة تمتع أو حجة تمتع أو شنو؟ عمرة تمتع. جيد؟ إذا أحل من إحرامه يعني الإمام شنو؟ يعني الإمام بأبي وأمي يعني اعتمر عمرة الحج أو عمرة التمتع حتى يلصق بمن؟ بحج التمتع. الإمام سلام الله عليه كان محلا من طلع أصلا كان محلا، يعني ما لابس إحرام سلام الله عليه، كان أصلا محلا سلام الله عليه. طبعا
طبعا القصة هاي فقهية طويلة، يروح محل لعله في ليلة من الليالي الطويلة طلع علي صلى الله عليه وسلم الليلة ليلة العليلة سلام الله عليه. ومن أعظم المواقف التي مرت في خروج الحسين هو خروجه بأبي وأمي منين؟ من المدينة سلام الله عليه، وودع السيدة فاطمة العليلة سلام الله عليه. السيدة فاطمة العليلة بس أريد من عندك شنو أيها الوحد أيها الموالي تلتفت لزين، والليلة ما أدري عاجبني نبكي على الحسين سلام الله عليه، وهذا أيام المحارة لأبي وأمي. والسيدة فاطمة العليلة قطعت نياط الحسين، يقول لها الحسين عليه السلام، يقول لها بنية قطعت نياط قلبي اصبري. إذا صبر بنية. الحسين عليه السلام قال للأطفال بنيتي سكينة لمي أمتعتش فلانة كل ما قال لمي غراضك فلانة لمي غراضك، إلا السيدة فاطمة العليلة سلام الله عليها ما قال لمي غراضك لمي أمتعتك. هنا رواية راحت السيدة فاطمة العليلة إلى حجرتها، لما راحت بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليها رجعت الزينب بأبي وأمي. من توصل الزينب إنه بناتي لا تحجروا بصوت عالي، فرحانين انتم بالسفر أو متهيئين للسفر لا تحجروا بصوت عالي. العليلة حسين ما يريد ياخذ سلام الله عليه فاطمة العليلة. زينب بأبي وأمي يروح يفداها، قالت الحسين قالت لأبا عبد الله احنا راح نروح خلينا نودع العليلة ونصبرها، قال هذا سفر طويل وقتيل وكذا. فراح الحسين عليه السلام وزينب وقفوا بباب حجرة السيدة فاطمة العليلة. سمعوا العليلة تلم بغرابة وهي تقول بعد ساعة ويشدون بضعنهم ويجن غريبة ولا أنا منهم عمي جنهم كلهم يشيلون جنهم وانا ظل انشد الرايح جاي عنهم. الامام الحسين دخل لبنيته يسليها يصبرها، قالها بنيتي احنا ورانا سفر طويلها، قالت لابويا من جاني الخبر بالسفر عودانهم لميت الاكوار. اي والله الاكوار الامتعه. قالت له ابوي سمعت الخبر انه راح ترحون فانا لميت امتعت وياكم. اي والله من جاني الخبر لميت الاكوار. اي والله ابويا انا وكبار وصغار، لكن يا ابويا الفجر من صار مو جن منكم جن خطار. انا بنتك ابويا خليني اروح وياك. قالها لا يا بني ابقي هنا بنيتي. تقول ابويا خذني وياك بويا مو علينا هاي شوف لي جاي يمشي اخذني وياك بويا مو علينا وعلى ضعنك يا بويا مو ثقيله. تقول ابويا قالها بنيه ما اقدر اخذك بنيتي ما اقدر اخذك. قالت بس يا ابويا خلينا نقترح عليك اقتراح. قالها قولي بنيه. قالت لابويا خذوني وياكم اسرج الخيل وحط فراشكم لو جلجل. ساعدني العليلة سلام الله عليها. ابويا خذوني وياكم اسرج الخيل وحط فراشكم لو جلجل. خليني بهاي الوظيفة، خليني اروح بهاي الوظيفة. قالها لا بنية ابغي امك ام البنين. طلع بعد الحسين عليه السلام
وإذا بها تنادي أنا بتكم هلي لو ما نبتكم تخلوني وحيد على بختكم بويا وإن كان ماكم كان عدكم اخذوني حال فضة خادمتكم. يبا مو خديتوها خدامتكم ابويا انا خذوني خدامتكم يعزوا علي يا ابا عبد الله. الحسين التفت الها بيديه وامي سلام الله عليه. اي والله من جد المسيره ظل حسين شوفه يديره يبا ظل بنيتها تقول لابويا ما هو انا بنتك زميرة ليش ما تاخذني وياك يا ابويا؟ راح ضعني الحسين بأبي وأمي كانت توقف يوميا يمتى يجي الطارش يخبرني بأبويا الحسين عمي ما يقدر على فراق الأحباب لا يوقف ويا العصر هالماء توقف تقول أنا نقعد على درب الغيون وناشد يرحون ويجون عمي كل من لقى غيابي يقول يا ابوي. راحت زينب راح ضعني الحسين بأبي وأمي. اجى اعرابي مر علي قالت له وين متوجه؟ قالها الى العراق. قالت له ابويا بالعراق وقال لي دز لي علي الاكبر اذا صار خير دز لي عم العباس اذا صار خير. الان صار مر عليه وقت ما دز لي احد. قالها ايش تدري؟ قالت له هذا كتاب توديه لابوي. تقول الروايه وصل هذا الاعرابي في يوم عاشوراء والحسين ينادي الا بل من ناصر ينصرنا الا بل من معين يعيننا. وإذا بالإعرابي قال له سيدي أبا عبد الله السلام عليك يا رسول الله. قال له هل أنت ناصر في يوم؟ قال له ناصرنا وقل وكثر واترنا. قال له أنا مرسول طارش هاي رسالة والله ايش كاتبت له؟ إلك طاقة تسمع الكلام؟ إجا الحسين فتح كتاب فاطمة العليمة ايش كاتبت له؟ قالت عاد الأهل كان بسفر يبطون لو مرسول لو طارش يودون. ما بطيت علي يا أبوي وين أنت؟ عاد الأهل كان بسفر يبطون لو مرسول لو طارش يودون وأنا لبرى على درب الوعود وبالله شلون لو ما عادوا شلون ما رجع احد. كانت الى يوم دخول السيده زينب عليه السلام والامام زين العابدين. ابيات الدعاء والسلام قبض عن الحسين عليه السلام للمدينه من طب الضعن ردد. بس اريدك ترد وياي ابيات الدعاء والما بجي ان شاء الله البيت بمشي. فهو عجب علي ابويا وين ماكو بس نساء. قالت رد الضعن ما بي ابو لا باخت لا باخو حاجني يا عم شكو والاخوتي رد الضعن ما بي ابو لا باخت لا باخو ساعدها ردت زينب بأبي وأمي بأبي وأمي أبيات هاي أبيات الدعاء. قالت لها قومي عمه خلنا نعد الدار. ليش عمه وين أبويا؟ قالت قومي عمه خلنا نعد الدار خاف على الغفلة ويطب خطارنا نذر عندي لو أبونا زارنا رحم الضائعات. إلهي وفقنا ارحمنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا أخواني الجالسين احفظهم
يسر أمورهم وأوسع في أرزاقهم يا أكرم الأكرمين، إلى شرف النبي وآله وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات ومن مات على الإيمان، بالأخص أموات السامعين الجالسين والمؤسسين موتاكم، بالخصوص إلى روح المرحوم الحاج جاسم حسن العبود والمرحوم الحاج أبو طالب والمرحوم جودة والمرحوم باسم وحيدر. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.